قصة النبي يوسف، دروس من حياة طيبة وبصيرة. تعد قصة النبي يوسف واحدة من أروع القصص التي ذكرت في القرآن الكريم، وتأتي كدليل على الصبر والإيمان والتفاؤل. تبدأ القصة عند حلم يوسف عليه السلام وهو في سن الطفولة، حيث رأى في حلمه 11 كوكبا والشمس والقمر سجدين له. عندما سرد يوسف حلمه على والده يعقوب عليه السلام، فسر له الوالد أن هذا الحلم يرمز إلى أن يوسف سيكون له شأن عظيم في المستقبل. أحداث القصة الرئيسية: بعد أن خاف إخوة يوسف من أن يفضله والده عليهم، قرروا التخلص منه ورميه في بئر. لكن قدر الله أن ينقل يوسف إلى مصر، حيث اشتراه عزيز مصر، ومرت الأيام ليصبح يوسف وزيرا في الدولة بفضل حكمته وبصيرته. أثناء فترة حكمه تعرض يوسف لفتنة من امرأة العزيز التي حاولت إغراءه، ولكن يوسف صمد أمام هذه الفتنة وقاومها بحزم، مما أثار حفيظة المرأة التي اتهمته زورا بالتحرش. صبر يوسف وحكمته: سجن يوسف بسبب الاتهام الكاذب، لكنه لم يفقد إيمانه أو صبره. خلال فترة سجنه تميز بقدرته على تفسير الأحلام، ما أكسبه سمعة جيدة بين السجناء. وكان تفسير يوسف لحلم السجينين رهنا بمرور 7 سنوات من الرخاء يتبعها 7 سنوات من المجاعة. وقد تحققت نبوءته، مما جعل يوسف يتمكن من تقديم النصائح السديدة للملك بشأن كيفية التعامل مع المجاعة المقبلة. مع مرور الوقت أصبحت مصر مزدهرة بفضل خطة يوسف، وفي أثناء المجاعة جاء إخوته إلى مصر لطلب الطعام. تعرف يوسف عليهم، لكنه لم يكشف عن هويته، بل تعامل معهم بذكاء وأظهر لهم في النهاية من هو. كان اللقاء مؤثرا، حيث تضرع يوسف إلى الله وسمح لأسرته بالانضمام إليه في مصر. لدروس المستفادة من القصة: تقدم قصة يوسف دروسا غنية في الصبر والإيثار ومواجهة المحن والإيمان بقضاء الله وقدره. تعلمنا القصة أهمية الحفاظ على القيم الشخصية رغم التحديات، وفوائد القدرة على العفو والتسامح حتى في أصعب الأوقات. كذلك تظهر القصة كيف يمكن للإيمان والعمل الجد أن يفتح أبواب الخير والنجاح. قصة النبي يوسف هي تجسيد عظيم للثبات والصبر والإيمان في مواجهة الصعاب، فهي لا تقتصر على كونها حكاية دينية، بل تحمل دروسا عملية يمكن الاستفادة منها في حياتنا اليومية. بتصميمها وإرادتها القوية تمكن يوسف من تحويل المحن إلى فرص، ورفعته الإيمان إلى قمة النجاح. إنها قصة تذكرنا بأهمية الصبر والثقة في الله وإدارة الأزمات بحكمة وذكاء.